سقوطا من مجسر ثورة العشرين، أو صعقا بالكهرباء، أو إطلاق رصاصة في الرأس، أو بأي طريقة أخرى قاتلة. النجف الأشرف تدخل قائمة المدن الأعلى انتحارا بين سكانها. 45 حالة انتحار سجلتها المحافظة العام الماضي، و8 حالات خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب دائرة صحة النجف، بينما وبحسب مصادر أمنية وصحفية محلية في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الماضي سجلت المدينة المقدسة 7 حالات انتحار خلال 4 أيام فقط، بينما 5 حالات في 48 ساعة. عام 2022 بالضبط اللي وصلت لنا حالات محاولة انتحار اللي استقبلتها ردهات طوارئ في مستشفياتنا في المحافظة تقريبا 45 حالة، منهم من وصل متوفي إلى ردهات الطوارئ في المستشفيات، ومنهم من تم معالجته وإسعافه وتم إجراء اللازم وأخرجوا متحسنين. خلال هذه السنة اللي هي 2023 تم استقبال 8 حالات محاولة انتحار في ردهات الطوارئ في مستشفياتنا. وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 1 من كل 4 عراقيين يعاني من هشاشة نفسية في بلد يوجد فيه 3 أطباء نفسيين لكل 1,000,000 شخص، بينما تنتشر المخدرات التي تفتك بالصحة النفسية والعقلية لدى الشباب والمراهقين بشكل خاص. عامل المخدرات قد يكون هو من العامل الرئيسي واللي يدخل ضمن هاي الفئتين، فئة البالغين وفئة المراهقين، لكونه انه مؤثر وقد يدفع او يرفع من حالات الانتحار اللي جاي يصير. لغاية الآن للأسف الدولة ما جاي تكون لها أي دور أساسي في رصد ومكافحة وإيجاد حلول جذرية مو حلول وقتية. ليست المخدرات وحدها السبب وراء ارتفاع معدلات الانتحار، فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وسلسلة الحروب والحصار ما زالت آثارها تفتك بالمجتمع وتدفع بالشباب إلى حافات الموت. بينما تسجل النجف أعلى معدلات انتحار بين سكانها، فإن العراق منذ عام 2015 وثق رسميا 4855 حالة انتحار، ليظل واحدا من أكثر البلدان خطرا على صحة سكانه النفسية والعقلية. من النجف حسام الكعبي، UTV.